مصر كانت عبارة عن مملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب قبل توحيد الأرضين. طب مين هم أصل جذور الحضارة المصرية القديمة؟ كانوا موجودين فين؟ أنت في العصور الموغلة في القدم لا تستطيعين أن تلقي بإجابة محددة، لأنك ما عندكيش الأدلة أو القرائن اللي تعتمد عليها في أنك تقولي إجابة محددة. في العصور القديمة دائما هناك عوامل الترجيح والاحتمال. نحن نتحدث الآن عن عصور ما قبل التاريخ. هنختصر السكة الطويلة أو في عصور ما قبل التاريخ إلى فترة تسمى العصر الحجري القديم الأعلى، ودي فترة يمكن بتتميز فيها الحضارة المصرية وبيظهر فيها أصل التكوين الجنسي للمصري ابتداء من هذه الفترة بالتحديد. ليه؟ ستانفورد ده عالم كبير استطاع أن هو يكتشف بقايا هيكل عظمي بالقرب من الجمجمة. عرف منه من خلال شكل الجمجمة والجسم إن هذا الرجل أو هذا الإنسان كان من سلالة البحر الأبيض المتوسط. بعدها بفترة في العصر الحجري الحديث نتقدم قليلا، نجد أن هيرمان يونكر، وده عالم لا يشق له غبار، عمل حفائر في طول البلاد وعرضها في العصور التاريخية وما قبل التاريخ. عمل لنا حفائر في حتة اسمها مرندة بني سلامة، واستطاع أن يعثر على بعض الهياكل العظمية للإنسان القديم فيما قبل التاريخ. ودي الحقيقة مفاجأة لينا، لأنه لقى في بقايا هذه العظام بعض الجلود الملتصقة بالعظام، ومن هنا استطاع أن يخضعها للبحث والتمحيص، ووجد أن هذا الإنسان هو أيضا من سلالة البحر الأبيض المتوسط، أي أنه جاء من الشمال ومن الشرق وليس من الجنوب. بقايا العظام وجد أن الجلد ملتصق ببعض العظام، وجد أن لونه قمحي ليس له أثر تفريقي أو شبه زنجي نهائي. وجد أن الرأس مستطيلة مطولة والشعر متموج. إذن هذه ملامح وصفات جنس البحر الأبيض المتوسط. هناك كانت هجرات متتالية ومتتابعة ونزوح من الشمال والشرق والغرب ومن الجنوب الشرقي، من الشرق عن طريق وادي الحمامات عبر البحر الأحمر، ومنهم من جاء عن طريق سيناء من الشمال، ومنهم من جاء من الغرب عن طريق ليبيا، ومن الجنوب. مصر كانت أشبه ببوتقة سهرت كل هذه الشعوب، لكن العنصر الغالب فيها كان عنصر أو سلالة البحر الأبيض المتوسط. هناك جماعات جاءت وارتكزت من الجنوب وامتزجت بهذا العنصر الشمالي اللي هو سلالة البحر الأبيض المتوسط. هي كانت فيها الصفة الغالبة. يمكن علماء الانثروبولوجي يعرفوا الحكاية الدوميننت هو العنصر الغالب أو الصفة الغالبة. إذا امتزج هذا العنصر وامتزج بأهل الجنوب اللي هم السمر إلى حد ما، هو عنده الجينات اللي يورثها في الأجيال اللي بعد كده تتغلب على عنصر الجنوب، فيبقى برضو لونه قمحي وما يبقاش فيه أي أثر أفريقي. فالكلام ده مش كلامي، ده كلام علماء أجلاء، منهم مثلا سليمان حسين. لمن يريد أن يستزيد له كتاب كان عمل دراسة دكتوراه في لندن اسمها The Place of Egypt in Prehistory، وعمل لنا مرجع تاني مهم عشان يختصر شوية لأنه كتاب ضخم. عمل لنا حاجة اسمها Some New Light on the Beginning of the Egyptian Civilization. سليمان حسين هو من البايونيرز العلماء فيما قبل التاريخ وتأثير البيئة والمناخ على المصريين، والراجل ده قدم كل نتائجه على بساط البحث وكانت مقبولة من العلماء. ولذلك أنا بقول دايما إن هو ليس عنصرا واحدا، هو كان في فوارق بسيطة بين أهل الشمال وأهل الجنوب. هذه الفوارق ذابت مع مرور الزمن وانتهت تماما خلال العصر الفرعوني، فأصبح عنصر واحد اللي هو اللون القمحي والشعر المتووج، أو قليلا منهم هو شعره مفلفل، ولكن هو هيفضل هو عنصر البحر الأبيض المتوسط، هو الصفة الغالبة على الإنسان المصري القديم.